السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل الفول المدمس في البيت. هندمسه احنا كده من غير دماسة ولا حاجة. هنعمله في حلة بطريقة سهلة جدا جدا، وطعمها هيعجبكم جدا. هتبطلوا تشتروه من بره، بأمانة هتبطلوا تشتروه من بره، وهتفضلوا ان انتوا تعملوه في البيت احسن بكتير وانضف واضمن وكل حاجة واوفر كمان. تمام. هنا عندي ده كيلو فول، ده فول بلدي. الفول البلدي اللي هو احسن حاجة في التدميس. شايفين الفولة عاملة ازاي؟ يعني الفولة حلوة كده، كبيرة وفاتحة، حتى لما يتدمس هيبقى لونه كده حلو خالص. انما الفول المستورد ده بيبقى الفولة صغيرة خالص وما بتبقاش حلوة بصراحة. بيقولوا عليها محصولة كده بلغتنا احنا. تمام. فده كيلو فول من الفول البلدي متنقي كويس وغسلناه كويس. تمام. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط عليه مية سخنة بتغلي. تمام. مية سخنة بتغلي زي ما انتوا شايفين كده. وخدوا بالكم ان الفول هينفش، يعني لو ينفع تحطوه في حاجة اكبر من كده يا ريت. تمام. انا كمان هنقله في حاجة اكبر من كده علشان يكون نفش شوية، علشان هيملى الطبق طبعا. احنا نقعناه كده في ميه سخنه، ويعني المفروض ان هو هيبات للصبح. تمام. في ناس بتعمله اللي هو 4 ساعات 5 ساعات كده وخلاص. لا، هو لو بات في الصبح في الميه السخنه هي مش هياخد سوا معاكم وهيبقى تمام. اوكي. فاحنا هنبيته في الميه السخنه لحد الصبح ونعمله مع بعض بقى الصبح. تمام. يا صباح الورد على عيونكم، احلى صباح، ربنا يصبحكم ويربحكم يا رب. آه هنكمل بقى عميل الفول المدمس بتاعنا. شايفين بعد ما نقعناه في الميه السخنه هو نفش جامد. شايفين اهو، شايفين نفش ازاي، والفوله شدت حيلها كده وكبرت شويه كمان. احنا صفينا من الميه، غسلناه يعني من الميه اللي كانت فيه، برضو لازم نغسله تاني كويس. ودلوقتي هنحط الاضافات اللي هتطلعوا معانا طبق فول حكايه، احلى من المحلات اللي بتبيع بره، احلى من المطاعم. بجد مش هتندموا ابدا ابدا ابدا. وبعدين ما تنسوش كمان ان الفول ده يعني وجبة اساسية، ما حدش بيستغنى عنه خالص. هو وجبة اساسية في الفطار، وجبة اساسية في العشاء، في سحور رمضان. ده معايا هنا كوباية من العدس مغسول كويس جدا برضو. تمام. العدس بالذات لازم نغسله كويس. كل الاضافات اللي احنا هنحطها عليه دي مفيش اي حاجة هتبقى باينة فيه بعد السوا خالص. تمام. وعندي هنا كوباية فول مدشوش، الفول بتاع البصارة ده او بتاع الفلافل اللي بنعملها، برضو مغسول كويس. لزق لما اتغسل. انا كان ممكن احطه في طبق او حاجه، بس انا علشان اعرفكم المقدار او المعيار اللي احنا بنحط بيه، هو المج بتاع الشاي هو اللي بنعمل بيه العدس والفول، يعني الاتنين قد بعض. تمام. وعندي هنا جزرايه مبشوره بشر ناعم، هي مبشوره بشر ناعم، مش هتبان نهائي، بالعكس ده هتدي كمان الفول طعم رهيب. انا عايزه اقول لكم ان احنا يعني انا عملته قبل كده. تمام.
ف يعني علشان اجربه قبل ما نصوره كده. عملته والله العظيم فعلا ولادي كانوا بياكلوا بالمعلقه، يعني من كتر ما هو طعمه حلو ولذيذ. ودول طماطمتين متقطعين 4/4، بس شايلين القشره بتاعه الطماطم، يعني مفيش قشره في الطماطم. تمام. عندي هنا هحط معلقه كبيره من البابريكا، ونص معلقه من الكركم كده. هي دي كل المكونات بتاعتنا. وهنحط عليه ميه سخنه بتغلي، ما ينفعش نحط ميه بارده، لازم ميه تكون بتغلي. تمام كده. هنزود كمان شويه ميه ونحطه على النار كده. احنا حطيناها على النار. تمام. شايفين اللون من قبل ما يستوي، من قبل ما نعمل اي حاجه. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنغطيه بغطا يكون محكم قوي زي كده، اللي هو يعني ما يخليش البخار يطلع منها ولا حاجه. كمان كل ربع ساعه كده احنا معلين النار عليه، يعني حاطينه على نار عاليه. كل ربع ساعه هنفتح الحله نقلبه كويس، ولو محتاج ميه بنزود ميه سخنه. تمام، بنزود ميه سخنه. هنشوف مع بعض. بصوا يا جماعه كده، هنشوف مع بعض بعد ما سيبناها حوالي ساعه كده على النار. شايفين هي كده محتاجه ميه. تمام. هنحط ميه سخنه بتغلي، نحط ميه سخنه بتغلي. بسم الله. كل حبه كده بنشوفها، نديها تقليبه ونشوف اخبارها ايه، محتاجه ميه ولا لا. نرجع نكمرها تاني كده بالغطا. تعالوا كده نبص عليه نشوفوا ايه الاخبار. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، هو كده ايه، بدأ يستوي، يعني هو كده في طريقه للسوا خلاص. شوفوا، بصوا يعني خلاص هو كده ايه، بدأ يستوي اهو. انا وطيت عليه النار خالص، هنسيبه بقى ايه ياخد له غلوه كمان. كده الفول بتاعنا خلص اهو، حشنا من على النار. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله فعلا احسن من اللي بنجيبه من بره ب100 مره. كفايه ان يعني ضامنه نظافته معمول ازاي، دي لوحدها كفايه. والطعم بقول لكم يعني حكايه، بجد حكايه. شايفين عامل ازاي؟ ومفيش اي حاجه من الحاجات اللي ضفناها ظاهره فيه، كله داب في الغليان. شايفين؟ هريسه فعلا، عامل زي الزبده، وش القدره زي ما بيقولوا، زبده. ايه رايكم؟ يا رب تكون الوصفه عجبتكم،
وعلى فكرة ما خدش سوا كتير، هما ساعتين 2 بس على النار، وزودنا المية فيه، يعني زودنا له مية مرتين 2 بس. تمام، مرتين 2 بس، لان احنا كل شوية بنشوفه طبعا، وبنشوف لو محتاج مية. تمام، احنا زودنا المية مرتين 2 بس. بصوا، ساعتين 2 بس على النار، وبقى بالمنظر ده زي الهريسة. ونخلص الفول انا مش مسؤول، والله بجد فعلا طعمه حكاية. ويا سلام بقى عليه بقى في طبق كده بالملح والكمون والشطة وليمون كده، يبقى ايه تحفة. ايه رأيكم؟ يعني يستاهل اللايك، يستاهل، والله فعلا يستاهل. يا ريت ما تبخلوش باللايك على الفيديو علشان الفيديو يترفع. مش عايزين تكتبوا تعليق، خلاص براحتكم، بس يعني اللايك ده مش هياخد منك حاجه، ولا في تعب ولا في مجهود ولا اي حاجه، بس عشان الفيديو يترفع. شايفين؟ ما تنسوش بقى اللايك. ويا رب تكون وصفه الفول دي عجبتكم وتجربوها وتدعوا لي. تمام، يلا بقى احنا هنعمل الحاجه دي في البيت علشان نضمن نظافتها ونضمن صحتنا وصحه ولادنا. هنعملها في البيت. رمضان ان شاء الله باذن الله يعني بتبقى طوابير على محلات الفول دي. تمام، الله، السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.